السلام عليكم البنات. نهار جديد وفيديو جديد عندي في القناة فلور دو سابل، قناتي وقناتكم. اهلا بكم البنات ونرحب بكل مشتركة جديدة دخلت في قناتي ومشتركاتي الاوفياء. اليوم جيت نشارك معكم هذه الوصفات. هذه الوصفة تاع المشطو بهذه الطريقة بنة خيالية، جربيها ما تندميش عليها. وهذا المطلوع، مطلوع الكوشه هذاك، مطلوع المنفوخ، الله يبارك يجي ما شاء الله. البنات ما تنسونيش بالاشتراك في القناه اللي مازال ما شاركتش، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نحطه في القناه. وما تنسونيش باللايكات تاعكم وتعليقاتكم الجميله كيما نتوما. جوزوا معايا للوصفات، وثاني درت لكم مقتطفات من نهاري روتين هكا، واش درت شغلي وكامل كيف جوزت نهاري كامل. هنا راحوا ولادي يقراو، اليوم انا ما خدمتش، رحت نط للشغل مع الصباح. درت الماشينه الدور، انا نغسل دايما بلوشا كما قلت لكم. هنا دوك نوري لكم واحد جلدو شريتو تاع مسك الطهاره، يدير واقع 35,000، ريحته ريحه النقاء، عجبني بزاف. المره الجايه نشارك معكم مشتريات اللي شريتهم، روعه ما شاء الله. هنا شوف الكوزينه كيف الصباح درت البانكيك صباح. وليدي قال لي والله ما ندي قوتي، ما نشريش من برا، لازم ديري لي حاجه في الدار مع المقله والحليب. ودرت له الرمان وزيت، استعملت زيت راك تعرفي كامل. سبحان الله الدنيا ترونت غير مع الصباح. وهذا باند شيتو ماشي غالي، 22000. ما نشري هذيك القرعه الموف ولا 75,000 دير. هذا 22 شتو برينطون. هنا شوفوا، هنا كنت بعد ما نقيت شمبرتي درت تاع الدراري كما كتشوفوا، نقيتها كامل هنايا، مسحت الغبره، نحيت الخردة اللي خلوها لي، اللي خلا بيجامتو اللي خليه عفسه، صافي نقيت الحاله ومسحتها. هنا خرجت الجزائر 58 ولايه، علقتها بالعاني باش كل ما يقعدوا يخزروا حتى يحفظوا الولايات ويشوفوا كيما وليدي الصغير يشوف الحدود تاع الجزائر واش فيها. كي كملت هنايا نقيت الحاله، حكمت المعطر الجو تاعي لوغاج هذاك اللي كيشاركت معكم في المشتريات، ريحته هذا الزرق بزاف هايله. رشيته كامل في الدار وباش يقعد لك ريحه اطول رشيه فوق الفراش وفي الريدوات، الريدو تاع الطاقه، باش يشد لك اكبر مده ممكنه. يعني هذوما المعطرات ما يشدوش وقت طويل كيما المعطرات، كاين معطرات يشدوا توت لا جورني كديريهم. هنا كيما درت له بانكيك الصباح، بقات هذه مزيان خليتها له العشيه كي جا الكوتي صابها. المره الجايه نشارك معكم الوصفه، الفيديو جا طويل ما قدرتش نحط الوصفه هنايا، المره القادمه نحط معكم الوصفه. هنا كي جا من ليكول درت له هذاك اللي بقى البانكيك، زدت قطعت فيها حبه تاع بانان ودرت لها شويه شوكولا وعطيتها له ياكلها، وتهنيت من الكوتي. من العشيه شتو جوج جيعانين من ليكول كي يخرجوا العشيه، ماشي خرج عشيه، هو خرج على 12 كي راح يقرا وعاود ولا دار ليكو عاود ولا. فوالا البنات، هنايا بعد ما حكمت بريلاكس تاعي درت كامل في وين نطيب هنا كيما يطرش الزيت وكامل. وما فنستعمل انا بريلاكس ولا فورس اكسبريس، هايلين في زوج ملاح. ندير هكا برك شويه، ماشي هذاك التنظيف العميق ولا الحاصل كي يطر الزيت، نحب ندير هكا باش تنقى الحاله. كما كتعرفوا لا بلاك شوفونت بهذه لا فاصون لازم ديري لها، تغسليها مليح باش تولي تبريي. وشحال ترفد الغبره، اي حاجه كحلاكه زوج ترفد الغبره مشكله. باذن الله كي نسقم داري بوينه ندير اينوكس، ما نعاودش ندير نفس الخطا. درت هكا خليتها ثمن مسحتها ولا تبريه الله الله. وهنا دائما نمسح يوميا ثم وين نطيب باسكو يطرش الزيت ولا اي حاجه. ومره نمسح كامل الحيط من الفوق كي توسخ لي الحاله، باسكو ما عنديش لاوت صافي توجور توسخ. هنا خرج لي طابي تاعي نفضت لهم لا بوسيير، ونشرت كامل الحوايج عندي، ما غسلت الحوايج، درت 4 ماشينات يدوروا الحوايج مع الفراش هذاك كامل غسلته. غطاوات لي بلات تاعهم كانت الدنيا مشمسه، قلت والله نبروفيتي وغسلتهم كامل وتهنيت منهم. شوفوا ما شاء الله كملت شغل، شرت الحوايج، طويت الخزانه تاع الدراري، دائما يخربوا لي الحوايج، يجبدوا حاجه يريبوا كاع الباقي. كما كتشوفوا هنايا رحمه ربي اجمل منظر. سورتو هنايا عندي الكوزينه تاعي مفتوحه كما كتشوفوا، شوفوا هكذا هاي ليك، ها الدخله تاعي تاع الباب. هنا حط صباب تاع هنايا، درت هاد العفسه من كشوان باش ما نخليهمش برا الغبابر. هنا ودائما نمسحها وكامل كما كتشوفوا، حاطه فيها كل واحد عنده ايطاج، كل واحد عنده ايطاج ديالو. وهنا دخلت على الباب، معناتها كي تحلي هاد الباب تقابلك الكوزينه، واذا كانت مخربه النفسيه تاعك مع الدخله تتنيرفي تقلقي، ما تقدري لا ديري عشاء لا ديري حاجه واحده اخرى كي تدخلي من الخدمه. عندي هاد البلا راني غسلتها بيان، ما فندير فيها دائما الكرموس بزيت الزيتون. ان شاء الله دوك نديرو نشاركو معكم. هاد المره حبيت نزلو اضافات، شفت واحد الفيديو عجبني الاضافات اللي فيها، قلت نزيد هذه الاضافات باسكو فيها فايده بزاف كما كتشوفوا هنايا. ولي كملت لما خديتهم يتقطروا لهيكا،
وانا دائما نحط البيض فوق البوطاجي كي نحب نخدم كيك ولا اي عفسه، نلقى البيض درجه حراره المطبخ تجيني ساهل باش نخدم لهم. وهذا كما شفتوا من قبيله درت لها هذيك البرودوي، حكيتها ولا تشعل شعيل ما شاء الله. وكملت شغلي كامل، ندير تيزانه تاعي. اليوم حندير هذه اسمها ديلما، دير 65 فيها 20 ساشي، هو شاي اخضر مع حب الهيل. وهذا ندير هذا الشوب الجميل مكتوب فيه لوف زمي، هذا عنده سنوات وسنوات ملي شريته، مازال مقاردياتو حتى معجبني، شفتو مرويبه. نهار كان رخي دهش 35 الف كندير، دوكا يديروا 100 وزياده، الله يستر. نخليه نغطيه ونخليه ونروح نديكم معايا. ما احلاها راحه. دوك البنات جوزوا معايا نشوفوا الوصفات اللي درناهم. ما تنساوش لايكات البنات، لايك 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 البنات، ما تنساونيش بلايكات تاعكم وتعليقاتكم طبعا، وتفضلوا معايا نشارك معكم الوصفاتين اللي درتهم اليوم. هذه الوصفه راح نقاسمها معكم بنينه بزاف، واللي ما ياكلش الماشطو ياكلها لك ان شاء الله، ولا ديك الماكله واش ماشطو بهذه الطريقه يولوا ياكلوها لك. عندي في مقله هنايا حطيت الزيت والبصل والثوم لي زيبيس. واش درت راس الحانوت، درت فلفل كحل، درت بالدجاج، ودرت قزبر ملحي. نخليها تقلى مليح مليح باسكو البصله البنه كي تقلى مليح تجي بنينه. فوالا نخليها هكا تتقلى لنا مليح مليح، نغطيها كي تتقلى. واش عندي في الوصفه هذه؟ عندي ماشطوني فورتها تحبي تغليها كما حبيتي، عندي بطاطا مكعبات قليتها، عندي هنايا 4 صدر تاع الدجاج حبيتي تستغني عليه ما عندكش استغني عليه، ولكن طبعا كي تضيفي الدجاج يجي ابن. عندي المعدنوس، عندي فخوماج غابي نديرو مع الاخر، وهنا جوج حبات طوماطيش ميكسيتهم. فوالا دوك نغطي هذه ونخليها طيب تتقلى عفوا، ومن بعد نولي معاكم نكملوا الوصفه مع بعضنا. كي تقلات لنا البصل مليح نزيدو هذاك الدجاج تاعنا الملحي ولا فيونداشي، ولا ما كاش عندك في المرحله ما ديريهاش، ديري مباشره الطماطم ومن بعد زيدي فوقها اللوبيا. هنا شغل كيما تجي ديري البوراك نفس الشيء، البصل مع الزيبيس مع الفيونداشي ولا بولي اشي، وخليها طيب هكا، ومن بعد نزيد لها الطوماطيش هذيك، الطوماطيش تجي بنينه مع الماشطو، نخليها تقلى لنا مليح، ومن بعد نضيف لها الطماطم. شوفوا تقلى لنا هذاك الدجاج، نزيدو الطماطم جوج حبات مكسيتهم، نزيد ثاني تاخذ هكا مع تتقلى مع الدجاج والبصل باش نضيفوا الماشطو. هذه الوصفه سهله تمتم، تبان لك هكا مراحل بصح هي سهله وديرها تمتم، خاصه كي توجدي الماشطو على البكري مع الفريت ومن بعد تطبقي في الوصفه تاعك. شوفوا البنات هاي تقلات لنا جا هكا يتشهي، نزيدها الماشطو. انا ماشطو شحال ندير كاع نخلي شويه للسلطه. فوالا هكذا نخليها تزيد تجمر شويه، من بعد نزيد لها البطاطا، زيد تشرب معها من البنه تاع المرقه، وفي لافان ندير المعدنوس وفخوماج غابي. تجي وصفه رائعه، جربوها والله ما تندموا عليها. فوالا دوكا نزيد البطاطا، نزيد لها المعدنوس ونحرك وعليكم السلام واحد 2 دقائق برك هكذا قسمه هذاك البطاطا ثاني تشرب من لاصوص هذيا، ومن بعد كي نجي نطفيها نديرها في فخوماج غابي من الفوق بزاف بنينه. كي تجمرت لنا الوصفه تاعنا شوفوا ما شاء الله شكلها وتشوفوا واحد الريحه. نزيدها في فخوماج غابي اللي عندي، واذا ما عندكش ما تزيدش بصح هو يزيد البنه يعني. فوالا كما تقدري ديريها كغاتان في الفور كيما راهي هكذا، ديريها في البلا تاع الفور وديري فوقها شويه بيشاميل ولا فخوماج غابي مع كريمه سائله وتخليها تجي بزاف هايله. بهذه الطريقه ياكلوا لك، ما كانوش ياكلوا الماشطو يولوا ياكلوها.
دوك نغطيها باش تولي عليها سخانه ويذوب لنا هذاك الفرماج. انا درتها كان عندي غوغيير درتو لها. انت اي فرماج تستعمليه ديريه. شوفوا البنات شحال جات شابه وبنينه وبنتها خطيره. دوكا ندوزو الوصفه تاع المطلوع. هذه المطلوع تاعنا تاع الكشري راح نديرو معكم، يجي من فوق هايل. واش حندير فيه؟ عندي السميد وعندي الفارينه، عندي هنايا مغرف كبيره تاع خميره الخبز. الخميره على حسب لا كونتيتي اللي حتستعملي تاع السميد. السكر من اجل تفاعل الخميره. عندي الملح، عندي الماء دافي هنايا. حنكيل بهذا البول. انا غندير سميد وحده، مي هذه المره حبيت نزيد معها شويه فارينه ونطيبو داخل الكوشه. ودوك تشوفوا خياتي كي نطيبو نعطيكم لاصيص باش يتنفخ لكم داخل الفور. فوالا بسم الله. ندير بول تاع السميد وانتي ديري حسب افراد العائله. انا حندير هنا ماشي بزاف، ندير غير 2 خبيزات ولا كبار ولا 3 صغيورين. الفارينه ما نديرش بزاف ثاني، ندير غير نص. انا الفارينه اصلا ما نحبهاش، نحب نطلع تاع الخبز بسم الله المسمن تاع الخبز كلشي تاع بلوتو تاع السميد، اي شيء نحبو بالسميد. الفارين دفا تزيديها تخافي السميد تاعك يكون ماشي مليح. انا هذا السميد تاعي ماما شاركته معكم في المشتريات، اللي ما شافتش تروح تشوفوا. فوالا بسم الله. كي تجي من الخدمه ما تقدريش ديري كونتيتي كبيره تعيي روحك بها، مي مطلوع مليح مع الوصفه اللي درتها انايا يليق لها المطلوع. نفرغ هاد النواشف. لا عندك سانوج ديريه، انا خلصتي السانوج مازال ما شريتش. نزيد شويه ملح، غير فرغت فوق الملح. شويه ملح نحط هكذا وندير في العجينه. ندير الماء دافي ماشي سخونه، سخونه وقت الخميره، وبارد طول باش دير التفاعل. كما اليوم الحلا وصاحي مشمس عبالي حتخمر ثمثم. ما تشمخوهاش بزاف، شغل دلكوها باليبوس. هنا ندلكها 2 دقائق ولا 3 دقائق برك، ونعاود دوك تشوفوا معايا العجينه كيفاش ولات. غير شويه هكا باش تجمعيها ماشي بلا ما تعياي بزاف. شوفوا هنا جمعتها، شوفوها يابسه باش نولي نزيد الماء بالعقل وندلك حتى تولي طريه. الله الله تولي ملساء ودير لك تسمعي داك شغل بنبولات هكا يطرطقوا. واش ندير انايا؟ نحكم ساشي ولا غادي نغطيها فوالا ونزيدها الطرشون من الفوق بيان سور ونخليها كي تتضاعف الحجم تاعها. نعاود نوليها نخسرها الخمور ونزيدها الماء بالعقل حتى تندلك معايا مليح. فوالا شوفوا البنات العجينه كيفاش طلعت كما كنتوا تشوفوا هنايا. فوالا هاي طلعت الخمور تاعها طلع. واش ندير انايا؟ نهبط لها الخمور بسم الله. نبدا نزيد الماء بشويه، نزيد الماء بشويه وندلك، نزيد الماء بشويه وندلك حتى تولي لي عجينه مليحه وطريه. بسم الله. نبدا ندخل في الماء تاعي هكا بالدبزه ولا كل واحد كما كتقول مطعمي الله يرحمها ضربي الدبزه فيها دلكي بالدبزه. بكري كري حفادهم في هذاك كتاب هما يطيحوا، هما يدلكوا في البغرير ويدلكوا في دوكا مطلوع الميكسور، مطلوع البغرير، مطلوع كلشي بالباتور. بكري مساكن شحال كانوا يعياو. الله برك هذه فوالا. بخياتي ندلكها كيما كنت مقبله ندلكها هكايا حتى ندخل فيها الماء ونزيد نخليها تخمر لي مره ثانيه ونزيد نفس الطريقه نخسر لها الخمور نزيد الماء حتى نتحصل على عجينه ماشي طريه بزاف وماشي يابسه تاع المطلوع. فوالا وهذا سميت شباب سميت ماما هايل عجبني بزاف عبيه عاودت شريت منه كما كنتوا تشوفوا. شوفوا ما شاء الله هايل سميت هذايا. دوك نزيد ندلكها خياتي ونعاود نولي معاكم من بعدها. شوفوا ما شاء الله كيفاش ولات. شوفوا وندخلوا له هكا كي شغل الدخلي تاع البغرير واسمها سفنج. دخلي له شويه هواء يجيك مهوي هايل. شوفوا ما شاء الله كيفاش راهو عجينه ولات هايل. فوالا راني قرصتها داخل السنيوه. راني دايره هنا 2 خبزات وحده صغيره. طبعا اللي عنده ذريه صغير دائما يدير واحده صغيره. بكري كان يعيطوا لها حنيونه دائما كنا نضربوا عليها شكون تدي هذيك الخبزه الصغيره. فوالا وفي هذا الوقت راني درت الفور. انا عندي فور الكتريك درته يسخن الفوق والتحت على اقصى درجه. لازم يكون الفور تاعك سخون مليح. اذا ما كانش عندك
الفور شعل فوق لتحت، شعليه من الفوق قبل، سخني الفور تاعك مليح، خليه شاعل من الفوق قبل، باسكو هو كي يكون شاعل من الفوق من تحت وحده ما يتنفخلكش المطلوع. بصح كاين شاعل من الفوق هو اللي يخلي المطلوع تاعك يتنفخ، كي يتنفخ تحمر فوق قلبيها تحمر لك من تحت. هكا ديري البنات، باسكو لو كانت تشعليها غير من تحت ما تتنفخلكش. دوك شوفي معايا كيفاش تنفخ ان شاء الله. ما تخليش تخمر زياده حتى وين تتفشلك داخل واسمو. ونكمل نخبزها نغطيها باش تخمر ديجا مع السخانه تاع الفور كامل تخمر تمتم كما كنتو تشوفوا. دوك كي نبدا نطيب فيها ان شاء الله نولي معاكم. شوفوا البنات كيف تنفخ لنا المطلوعه. دوك كي نجبدها تشوفوها ما شاء الله. ما نديروش حاله الفور تاعي راه حالته حويله، لازم نخدمو. شوفوا ما شاء الله كيفاش تنفخت. فوالا هاي قرب طيب. اول حار تاعنا شويتو داخل الفور. كي كملت المطلوع طيبته، مادام الفور سخون كما نعرفوا سواء طيبي في الطاجين ولا في الفور جينيرالمون دائما الحار نحطوه يتشوى لداخل ونديروا به حميس ولا شلاضه ولا اي حاجه. انا كنت حنديروا حميس، راجلي قال لي ما ديريش حميس ديريه لي شلاضه، نقطعوا معاه طوماطيش وممكن نزيدوا البصل ثاني الله اعلم. المهم نقطعوا شلاضه مع زيت زيتون يجي بنين هايل مع المطلوع ما شاء الله. هاولي كيفاش خرج. ماما درتي لي وحده صغيره. ايه درت وحده صغيره، لازم هما على وليدي الصغير ندير وحده صغيره. صح يسلمك وليدي. شوفوا شحال خرج ما شاء الله. طبعا ريحه الخبز في الدار وريحه الشويه نتاع حفصه تجي سبحان الله تعطيك واحد الشعور الطمأنينه، شعور الدفء العائلي سبحان الله. يجيك الرجوع الى الزمن الجميل، هكا تجيك ذكريات تاع المطلوع في كل دار تخرج من ريحه المطلوع ما شاء الله. يعني الله يبارك. جاني المطلوع شوفوا خفيف هايل. دوك في نقسم معاكم وتشوفوا الداخل كيفاش جاي. هذا هو الوصفه تاعنا بعد ما كملتها ودرتها في صحن التقديم ما شاء الله. شوفوا البنات جات هايله هايله، جربوها والله ما تندموا عليها. واللي ما كانش ياكل ماشطو بهذه الطريقه ان شاء الله ياكلوه. وهذا هو في الحار شرملته درتو برك هكاك برك طويل طويل، درت له زيت زيتون والملح ودرت له طوماطيش وشويه زيتون كان عندي والمطلوع ما شاء الله كما كنتم تشوفوا الله يبارك جا هايل. نقسم معكم المطلوع تشوفوا الداخل كيفاش جا. فوالا سمحوا لي برك بسم الله. جا خفيف ريشه. شوفوا ما شاء الله الداخل. شوفوا البنات شوفوا قطن، تعرفوا القطن هذا هو. انتي ما حبيتيش بزاف البابات تقدري ترققيه، انا هكا يحبوه ولادي ما يحبوش حاجه شغل هذه غير الفوقانيه سي نورمال ما تلقاي ما تاكلي فيه. جا ما شاء الله خياتي. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم ما تنساونيش بالاشتراك والبارطاج حياتي واللايكات تاعكم يهموني بزاف ويشجعوني باش نزيد نحط المزيد والمزيد من الفيديوهات، وتعليقاتكم تسرني في القناه. وبقوا على خير، فيديو قادم بحول الله.